امتى نكتفي بعلاج بسيط وامتى نحتاج تسليك للعصب؟ التشخيص الصح هو اهم حاجه، فانا لما اشخص انا عندي ايه ابدا اخد العلاج السليم. فلو حاجه الدوره الدمويه متاثره يبقى ابدا ادي حاجات توسع الدوره الدمويه. طب حاجه عندي سكر يبقى لازم اظبط السكر بتاعي، الحاجات دي مهمه جدا. نقص فيتامين ب يبقى ادي المريض بتاعي فيتامين ب. فابدا التشخيص الاهم. يا جماعه انا بقول للناس في العياده انا مش دوري اكتب لك علاج، انا دوري اشخص حضرتك وبعد كده اي حد يكتب لحضرتك العلاج. فاحنا لو شخصنا المرض صح هناخد علاج واجراءات صحيحه في العلاج بتاعنا. فلو حاجه عندنا اصابه قديمه في الايد، ضغط على العصب، او متلازمه النفق الرزقي اللي بنسموها كاربال تانل سندروم، هي دي اللي بحتاج اعمل لها عمليه. طيب اي درجه بتحتاج نعملها عمليه؟ لا، ممكن الدرجات البسيطه الاوليه اخد لها علاج وشويه تمرين علاج طبيعي بتجيب نتائج كويس. فالسؤال بتاع حضرتكم دلوقتي اللي بيقول امتى اعمل عمليه، حضرتك يا فندم اللي بتوجهني بشكوى حضرتك انا ايدي بقت ضعيفه مش قادر امسك يا دكتور المقص وانا بقص السمك، انا مدرسه القلم بيقع من ايدي وانا بصحح الورق، انا شغلتي بكتب على الكيبورد كتير مش قادر بتوجعني جدا، او انا بصحى من النوم على تنميل ووجع حرقان. يبقى الشكوى الاولانيه مش قادر امسك، دي شكوى حركيه. الشكوى الثانيه شكوى بتاثر على الاحساس. لو الشكوى زايده ولقيت رسم العصب بتاعي في درجه عاليه يبقى انا لازم اعمل عمليه عشان ما اوصلش قدام ان عضلات ايدي تضعف جدا او ان العصب يصل لمرحله ان هو مش هيرجع تاني معايا او التنميل يفضل فيه مستمر. لو عندكم اسئله مشابهه تقدروا تراسلونا ان شاء الله نحاول نشوف الاسئله دي ونجاوب حضراتكم عليها. دمتم في امان وعافيه. كان مع حضراتكم دكتور محمد بشر، استشاري جراحات التجميل، السمنه المفرطه وتنسيق القوام.